محترم اللي ما بيجيبش سيره اعراض قاعد تقول على اي اساس ده عندهم رجاله ومش عندهم رجاله؟ هو انت شفت بعينك؟ اسمع يا ابن الخدامه، اسمع الكلمتين دول. بما انك انت ما عملتش قيمه لامك، انا لا هعمل لامك ولا هعمل للكلب اللي رباك. تمام؟ اولا لازم اعرف كل الناس حقيقتك. انا بقالي 3 ايام قاعد بجيب قرارك. الست المتوفيه الله يرحمها، اولا اللي ربط النطع ده وهي اللي متوليه امره ببلاويه بدنيته، واحده اسمها الحاجه ليلى ساكنه في العماره اللي في وشه، كل بلاويه عندهم هناك. كلام سليم. والدته الله يرحمها ويفشفش الطوبه اللي تحت راسها كانت، يعني انا والله العظيم اقسم بالله انا مستحي اللي انا احكي فضايحك، بس يا جماعه اللي عايز يعرف فضايحه الشارع كله هناك عارفه. الست ديت كانت شاذه جنسيا، ما كانش لها في الرجاله، لدرجه ان هي طغت على ابنها وشاف مناظر قذره جدا امه مع ناس تانية ستات، وطلع بهذا الشكل الوسخ لغايه ما استلم الشهاده الحمراء من الجيش. الكلام واضح اهوت وصريح، ومش هدخل في كلام اكتر من كده. ان انت اتعقدت نفسيا ووصلت للنجاسه والوساخه ديت، ووصلت ان راجل قدامك يقول لك ما تغلطش، وانا بنصحك وبقول لك ما تجيبش سيره حد، وخاصه ان الحد ده ما جالكش على طرف. لكن انت عشان نجز تربيه كلاب ولاد كلب عندك الجنيه برقبه امك. طب انت متخيل ان انت مش هتعمل قيمه لامك وانا هعمل لها قيمه؟ لا، ده منعول ابوك لابو امك لابو اللي جابك. تمام؟ انت واحد ما عندكش شغلانه، اكل عيشك اللي انت تجيب سيره الناس. انت لو عندك الشجاعه الادبيه يا انجز خلق الله، تطلع تقول لهم لما كنت بتقعد جست عند بيرو وتقعد تبوس الجزم وتقعد تهلل وتمسح جوخ عشان افضل اديك 50 في 50 في 50 في 50 حبه نقط عشان تروح بيهم. نسيت ولا ما نسيتش؟ بس انت نجز زي اللي كنت بتقعد عندها، زي ما كانت كده مدياني اشراف وبعد كده تطلع تغلط في الواحد. كله كان قدام الناس. انت بقى عايز ايه؟ قول لي انت عايز ايه؟ عايز تتفضح؟ افضحك. عايز اخلي اللي عندك في الشارع يفضحوك؟ وماله، كله موجود، ما عنديش اي مشكله. انت راجل مهذب، ما عندكش لقمه عيش، ما تقولش راجل. تمام؟ فبتضطر ان انت تجيب سيره ناس عشان تاكل على قفاها. بيني وبينك الغلطه مش غلطتك، الغلطه غلطه مرات انا اللي تعمل قيمه لكلب ابن كلب شبهك عشان بعد كده يتعمل له حبه مشاهدات. صح. انت ما عندكش